بسم الله الرحمن الرحيم. مرحلة يعني تحريرات شنغال، أو تحريرات شو منطقة كيفي. تحرير يعني بعدة تعاريف تعرف عندن. نفس الوقت قال لك أساليب يعني سبل تهن تحريرات بالمناطق. أما جانبي عسكري به. طبعا جانبي عسكري تحريرات شنغال قال لك أطراف شاركين. الثقل الأكبر أكيد خلكي منطقي ونواتها وان أجهزة أمني شنغال حراندين أكيد خلكي منطقي بدرجة أساس. ونفس الوقت أنه شنغال تماما نكف يعني جاي شنغال أبطال مقاومة تذهبون بالتحديد برايد مدير زيدياد موجود بون سجاي شنغالي مقاومة داعش كرين أو سبهورت كم نواتها تحريرات شنغال شوان مجموعاتها هات امتداد كرين السجاي شنغالي موجود انه او يعني كاساس هاتها وكرين وكو طبعا اكيد قوات الامن العراقي زائدا يعني هناك اطراف يدير باسي بخطيبون ولكن بنسب متفاوته. درجة الأساس أكيد أنه طبعا خلق شنغال دوري وان قال لك تهابو بالنسبة تحرير شنغال أفكار جانبي عسكري. أما هكا جانبي فكري أسبوعت كما تان هاكي هي مرحلة دريجة وهي وقت ما جانبي سياسي أيضا تان هاكي معوقات موجودة يعني. فأما كعلى الأرض زاموكي نعم شنغال عسكريا حراندية جدسي داعش وكو يجي أمنيا الحمد لله درجة هيك. ولكن هي هناك افرازات مرحلة كيف موجودة حتى أنا هيك يعني أو تحديات قائمة. يعني بصراحة يعني مسألة بموضوعي خلق الشنغال يعني كفردك أي فردش خلق الشنغال هي تانا هيك إرادة وانا قيدان دي وكو دتر بالشعب العراقي بشكل عام يعني أو في منطقة ده. ولكن بس كخلق الشنغال كان تركيز يصير حالة شنغالية وكان حالة شنغالية هي تانا هانكي أسير إدفان سياسات أنا والدليل واضح بلاحظينها أنه قال لك إيش خلق شنغال هانكي سبب أفان ضغوطات أفان مسائل ذكرت خارجي شنغال وبالتحديد أنه خارجي عراقي أصلا ذكرت الداخل حاليا موجود نعم تماما كل حرية موجودة إرادة موجودة. ولكن كأف إرادة إرادة موجودة أف إرادة هو تماما نتائج في إرادة دي استجابة كش في إرادة دي لذلك أنه نسبة كامزن هي تانا هاكي هي تقييدات وضغوطات هن سر خلق الشنغالي استوقعت كم يعني إرادة ناي حقق عندن ناي وضح عندن إرادة خلق الشنغال إلا هكا خلق الشنغال هم بقرها أرضي خدا وبشتيفان نزاعات وتقاطعات السياسي سرات بين نوي وقتي أزام زاني أنه خلق الشنغال تماما بشي اتجاهي بدبينا بشي طاري بدبينا. أما هكا وقام مالك تالان كري هرددوا اكل في مالي ديك اكل با شوبة غريبة اكل با جنارة بي تماما تأثيرات بمالي سر هنن تماما تأثيرات الوجهات البال سر هنن. واما مالا خرابوية خلا تالان كريا. اما هكا خلافه بمالي او يجي درك يدري درفه تمام او على قلت او شارعي مني على كل حال تقليد فكرة يعني. لذلك انه هي هتانا هاكي فرد شنغال هي تحت تأثيراتها هنن. وبصراحة يعني هي حتى بلحظة هي هتانا هاكي أسير فان خداعية أسير فان نعرات طائفي لحد حتى في لحظة موجودنا يعني داعش ما قلت شو ولها ولكن مع الأسف أزد بهنم هي هتانا هاكي نعرات طائفي هتانا هاكي أفكار تشوفيني أفكار متطرف هي هتانا هاكي هلكن الدفعة في اتجاهي فتكن واكيد بالنتاج وان خرابات شنغال هديس اي تمام يعني اتجاهات يمي قالت كان واضح بالاحظينه يعني وقت ما قلت تحليلات شنغال واضح كي شهداء داني واضح ويحرانده خونا قال لك بس لكن هم قول فلان حرانده اي شهداء ودليل على انه تحليلاويه. اما قال واعلام بوان سوالفه طبعا اكيد يعني وقيم بكره فلان شكرا. ولكن واقع ميدان واضح بانه كي شهداء دانا كي ضحايا دانا سلبي قضيه
كجانب اوكي موقف مقالة جميع عسكري كان، اما كجانب اطراف اليد السياسي واضحه يعني احزاب موجوده الشنقاده يعني اختس وتقيم انه درباسه فان تقاطعات البنيه مع الاسف الشديد بصراحه يعني انه حتى هناك احزاب هند محسوب نسل خلق الشنقال يعني دعك عن احزاب التقليدي الكلاسيكي العراقي ده ابد معروف يعني سواء كان احزاب الكردي وسواء كان غير احزاب الكردي من احزاب مثلا معروفه يعني هناك احزاب هن هي احزاب النواتها وانا شكلها هي موجوده حاليا ولكن فين سكب المشهد ده صار هناك قضايا تنطرح عندن يعني سواء كان بعباية الدين بعبايات يعني زوايا ضيقة دنيرين أزد بينهم إن شاء الله خلق الشنقالي واعية سفيتشتي وكا ويها ودقي إنه بانتخابات مع الأسف الشديد يعني أسقلك أسف من سبيل حالي انه اصوات اخونا دن فلان مكوني يعني بالتالي انه افتش ازبهنم خطره وهتانا هيك اعتذارك نخوسيش في طرفيشي انه ما قلت انه مساله دين مساله عقيده دور يبان صراعات الاحزاب السياسيين اما تبيت المزارة كده وتوقي انه ترجويش خلقي خبكي انه ندن طرفي فلاني